بجد بعد الفيديو ده انا نفسي اطلب منك طلب. ممكن تنزل تدرس تاريخ بالشكل الجميل اللي انت شرحت لي بيه المتحف ده في مصر؟ أنا محمد عكوش من القاهرة، جيت على ألمانيا لدراسة علم المصريات. درست علم المصريات، خلصت حوالي سنة 2007. الدولة الوسطى يعني انت التكنيك بدأ يتظبط في 2500، انت هنا بتتكلم في سنة 2000 قبل الميلاد. حتشبسوت بتقدم شيء للآلهة، بس هي ما بتفردش ايديها لان هي ده لازم تبقى خطر. ثابتة. تحط ايديها على رجلها أوكي. فيبقى ما فيش حاجة اسمها نيجاتيف سبيس، بنسميه في علم المصريات الايجيبشن نيجاتيف سبيس. دي آثار لقوها قدام معبد حتشبسوت. أميرة. دي أميرة. ليه؟ لأن أنا هنا شايف التعبان ده بيلبسوا بس اللي هم إيه بتوع الأسرة المالكة. دي بنت حتشبسوت اسمها نفروري. وبنى مقبرة وهو قاعد في مقبرته وراه مراته. اوكي. وكاتب لنا كمان بالمصري القديم هامت اف مارت اف نبت بر، زوجته حبيبته ست البيت. دي الاسره جايه له، اخته الكبيره، اخوه ومراته واولاده الثلاثه، بنت خالته واختها وبنتها، أسرة مع بعضينا. الباب ده بيربط العالم الاخر بالعالم بتاعنا ده. هو المصريين كانوا بيعتقدوا في ايه؟ ان مصر موجوده مرتين، مره عندنا هنا ومره تحتنا. دي بقى من اجمل القطع. تي ام اخناتون. لو تشوف هنا لاول مره بتظهر خطوط في تمثال. في عصر اخناتون وابوه الموضوع ده بيختلف شويه، ان هم بيحاولوا يعرضوا الحقيقه غير كامله عشان نعرف احنا في العصر الحديث هم كانوا بيشتغلوا ازاي. بص في الاول بيرسموا زي مربعات باللون الاسود، شايفها فوق؟ وعلى الورق البردي بيبقى محطوط بالظبط الرسومات، وبينقلوا الرسمه من البردي للحيطه. والنقله بتبقى على مراحل. 1000 بقره و1000 وزه و1000 الاباستر. زي مين حضرتك عندنا في الافراح؟ المعلم حسن تنقط. هو كان بينقط من زمان.